الكلام ده مش طبيعي. اللي تشوفه قدامك ده مش تطور AI، ده سيطرة. انت فاهم انت عملت ايه؟ ده زمن جديد، واللي مش هيفهمه هيتدفن تحته. ايه اللي انت عامله ده يا واد؟ ولا حاجة، ده ذكاء اصطناعي بس. الحاجات دي بتتعمل ازاي؟ عايز تعمل فيديوهات زي دي بشكل مجاني؟ تابع الشرح وهتعرف الطريقة. لو فاكر إن صناعة فيديوهات بالذكاء الاصطناعي محتاجة فلوس كتير عشان توصل لقوة أداة زي فيو 3.1 من جوجل، يبقى لازم تعرف إن في بديل مجاني يقدر يعمل نفس الضجة ونفس الإبهار ونفس السينمائيات، نفس تحويل النص المشهد، لكن من غير اشتراك ومن غير قيود. السؤال مش هتستخدم إيه، السؤال إزاي فاتك البديل المجاني ده لحد دلوقتي. تابع معايا الشرح علشان تعرفه. أيوة يا صديقي، البديل المجاني هو جروك. جروك بقى بيدعم اللغة العربية أخيرا، وكمان ضاف شوية مميزات هنبقى نشرحها في فيديو لوحديه، زي 4 وكلاء ذكاء اصطناعي ممكن يكتبوا لك كود. احنا النهاردة هنعمل فيديوهات وهعلمك ازاي تعمل فيديو طويل بالذكاء الاصطناعي طريقة مجانية من خلال جروك. كمان في الفيديو ده هنستخدم جروك السريع. هنجهز فكرة الفيديو اللي عايزين ننشئه، فأنا هروح لجروك. طيب هبعت لجروك الكلام ده، هنستنى جروك بعت لنا البرومت. تمام، جروك كده عمل البرومت زي ما انت شايف. هنروح ننسخ البرومت ونروح على انشاء فيديو، نخش على ميجن او انشاء. من هنا تخلينا اول حاجة نحدد فيديو وندوس على ارسال البرومت وندوس ارسال. هيبدأ يعمل الفيديو. حلاوة جروك انه سريع جدا جدا، كمان ما بياخدش دقيقة حرفيا في الفيديو، وكمان احترافي زي ما انت شايف. بص السرعة. بعد ما تم انشاء الفيديو تعال نسمعه كده مع بعض. جروك كسر الموازين واتغلب على فيو 3 في الدقة والاحترافية زي ما انت شايف. صراحة فيديو جامد جدا جدا. هناخد نفس البرومت اللي بعتناه لجروك ونبعته لشات جي بي تي ونشوف هيطلع لنا الفيديو بنفس دقة برومت بتاع جروك ولا يطلع لنا فيديو أجمد. خليني بس نظبط شوية إعدادات. هنا ممكن تختار المقاس بتاع الفيديو 16:9 أو 9:16 أو زي ما أنت عايز، أو 3:2 أو 2:3 أو 1:1 مربع. لو أنت عايز فيديو طويل فهتختار 16:9 أو 9:16 لو عايز تختار فيديو قصير شورتس. هنبعت البرومت لشات جي بي تي، نعدل بس على البرومت نخليه زي ديكها. ورد برومت لإنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي وهندوس على إرسال. هيبدأ شات جي بي تي يعمل لنا برومت باللغة الإنجليزية والكلام اللي مكتوب فيه بالعربي نفس الكلام. هنشوف دقة جروك ولا شات جي بي تي. لو أنت عايز تستخدم شات جي بي تي براحتك، ولو عايز تستخدم جروك براحتك. أنا بس بعلمك إزاي تعمل فيديو. هنبعت البرومت لجروك وندوس على إرسال ونستنى لما يعمل الفيديو. زي ما قلت لك حرفيا سريع جدا جدا. كمان صراحة أنا شايف إن شات جي بي تي أفضل في البرومت. جروك كسر الموازين واتغلب على فيو 3 في الدقة والاحترافي زي ما انت شايف. هنروح لشات جي بي تي مثلا ونكتب له عايز قصة قصيرة حوالي 2 دقيقة أو دقايق متقسمة لمشاهد، كل مشهد ببرومت لإنشاء الفيديو، ودي حوالي 10 مشاهد قصة أكشن. هيبدأ يكتب لنا القصة زي ما انت شايف. هناخد مثلا أي برومت معانا. هناخد أول برومت ندوس تحديد الكل ونحط البرومت، نستنى لما يعمل الفيديو. بعد ما عمل الفيديو صراحة فيديو احترافي جدا جدا جدا. هتنزل الفيديو من هنا وتخش على الاستوديو عندك أو الصور، تخش على الفيديو وتوقفه وتجيب آخر حتة في الفيديو، آخر مشهد فيه زي ما انت شايف، وتاخده لقطة شاشة وتبدأ ان انت تظبط المقاس بقى. تخلي المقاس 16:9 او تظهر الحتة اللي تحت بس كده، وتكمل على الموضوع ده وتروح تبعت الصورة لجروك وتكمل على الموضوع ده. بس كده عشان الفيديو ما يطولش. أتمنى يكون الشرح عجبك وسلام.